امال ايه؟ ما هي في بقى انا مشكلتي مع الرز البسمتي ما بعرفش اظبطها ابدا. لا 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 الرز لا المصري بفلفله واظبطه. بص اقول لحضرتك حاجه بالنسبه للرز البسمتي لما تيجي تعمليه الكوبايه بتاعت الرز حطي قدامها كوبايه ونص ميه. كوبايه ونص ميه اي نوع او شوربه اي نوع اي نوع اي نوع. هم بيقولوا ايه؟ البسمتي. هم بيعملوا ايه؟ بيحطوا الكوبايه قدامها 2. فعلا. فانت مش ضامنه الرز اللي معاكي ايه. انا بعمل كده في 100,000 نوع رز في السوق. ما هو ما كنت عايشه بره كان في المجتمع الهندي ده هو اللي عنده ولما تيجي بقى عاوزه تجربي تختبري الرزايه حلوه ولا وحشه، تروح ماسكه الرزايه حطها تحت ضرسك وتروح ايه كسراها. ده وهي نيه. وهي نيه دي جديده دي. لو بقت بودره ده رز تعبان. لو بقت بودره ده رز تعبان. طب تمام. لو اتكسرت 2 ولا حاجه ده يبقى رز كويس. ادينا كده عندنا تركه حطها تحت ضرسنا كده، لو بقت بودره تبقى بايظه واتكسرت تبقى كويسه. مظبوط كده تمام. بالنسبه للرز المصري ماشي، ما تجيش تغسلي الرز وتركنيه كتير. اوكي. هيبوش منك. ايوه فعلا انا على طول ده قبلها بدقيقتين 3 هيبوش منك على طول. صح يا زين. تمام. هنا حطينا ايه الرز بتاعنا هو بيسخن معانا. ريحه حلوه قوي. تمام. ونروح حاطين ايه 2 مكعب مرقه. تمام. لذيذ حلو قوي. انت حطيتش لسه ميه؟ لا انا لسه ما حطيتش اي حاجه. لسه ما شربتوش. تاخد الريحه الاروما بتاعت ده لسه بقى اتفرج اما يخلص. بعد كده بنحط شعره صغيره ايه فلفل اسمر. فلفل اسود. اوكي. ده بيطعم بقى مع اللبن بيطعم. اوكي. انت هتحط لبن؟ حلو قوي. طب معلش هو دي وصفه حضرتك اللي مبتكرها يعني؟ لا انا بعمل دي طريقتي انا في الشغل. ايوه انا قصدي كده. ده شغلي جديدة. انا بتاعي انا دي وصفه جديده. ده في شغلي انا. دي عندنا احنا بقى، دي برنامجنا احنا. ما اقول لحضرتك حاجه، احنا دلوقتي كلنا شيفات وكلنا بنطبخ. صح. بس اللي بيميز ده عن ده التركه بتاع ده والتركه بتاع ده. كلنا شيفات وكلنا بنطبخ وكلنا بنعرف نطبخ. بس اللي بيفرق واحد عن الثاني الايه؟ التركه بتاعته والشغل بتاعه. لا وبعدين احنا بنشكرك ان انت قلت لنا التركه دي. تسلم. هي بصراحه تركه حلوه، انا شخصيا استفدت منها واعتقد يتفرجوا معانا برضو. بتاعه الرز، حته الرز وحته اللبن دي نسوي. لا وبالنسبه للحمه برضو دي خطيره دي. بالنسبه للحمه لما تيجي تشتري لحمه تمام، عاوزه تعرفي اللي هي يعني كبيره ازاي ولا ايه ولا صغيره ولا صغيره. ولا مؤاخذه بتروح حاطه صابعك جوه اللحمه كده. لو حسيتي اللي هو ماشي كده ناعم تعرفي ان الذبيحه دي صغيره. في بقى ايه في خشونيه من جوه تعرفي ان دي ايه قاسيه شويه وهتتعبني في السوا. اوكي فهمت. طبعا انا هنا ما حطيتش ملح عشان حاطط مرقه. صح عندك حق. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بحط هنا ايه مقدار الميه بتاعتي. الكش بقى دي طلعت روايح اكتر. خطيره. ماشي. حطينا ايه معيار الميه. وبتكمليه بقى لبن، يعني مش كل المعيار بتاعك ميه. طبعا. تمام. كملوا لبن. مظبوط. تمام. نقعد بقى انت بتقلبه شويه ولا بتسيبه بقى زي الرز؟ لا هو في ناس بقى بتعمل ايه تقول لك غطيه بسرعه عشان مش عارف ايه. لا انا بسيبه متعري واقعد اقلبه لحد ما يتشرب، بعد كده اروح مغطيه. مغطيه نص تغطيه كمان. صح. في ناس تقول لك اول ما تروح مغطيه وسايبها. لا اوكي. ده كده كمان ايه اما انت ما تغطوش وتقعدي تقلبي فيه كده عشان كمان ما يعملش معاكي قعر. مش يكلكع في ناس كده. ما في ناس بتسيبه كده تمام وتغطيه وهو بقى مع نفسه يعمل قعر وتلاقيه حتت. ايوه طبعا ده اكيد. لا المفروض انا افضل اقلب كده لحد ما ايه. طب انا عندي سؤال، مش كده يطلع نشا ويخليه يكلكع؟ لا خالص. عشان انا بقلب لا هتشوفيه في الاخر لو لحقته. لا خلاص ده 10 دقايق بالظبط يكون خلصان. طيب لا انا قصدي لو لحقته من اللي هياكلوه. لا هتدوقيه ما تقلقيش. اسيب لي معلقه واحده ما تقلقيش. بسم الله الرحمن الرحيم. انت عارف بقى ايه الرمز بتاع طب تعالي شم بقى الريحه بتاعته كده. انت عملت كده ايه غصتني بقى فقلت اما اجي ايه بجد حلو قوي قوي. تسلم ايدك. تسلم ايدك حقيقي. الاكل نفس. الحمد لله. تسلم ايدك بجد جميله. الله يسلمك. تيجي انا ابص بصه كده على الاستاذه ولا ما ينفعش؟ اتفضلي. خطيره. ريحه ايه
حلو قوي، حلو قوي، حلوه. البساطه هي البساطه حلوه قوي في الاكل. هو تمام. حاول اترجمها لا البساطه حلوه قوي في الاكل. احسن حاجه. يعني اقول لحضرتك حاجه، المطبخ التركي حلو في ايه؟ ملح وفلفل بس. صح بس صح. عشان كده الحاجه حلوه. مظبوط. اصل حته اللحمه فريش مش محتاجه ان انا اقعد ااكل الناس توابل. ايوه صح، ايوه انا بتعب قوي حتى في الفلفل، حتى في الفراخ مثلا لما تيجي هتعملي فرخه هتشويها، هو بصلايه مبشوره، طماطمايه مبشوره، ملح وفلفل، شكرا مفيش اي حاجه تاني، ولا زفاره ولا اي حاجه خالص. صح. تيجي ناخد معلومه كمان؟ اتفضلي تحت امرك. مع حضرتك. راس غارب. راس غارب. هم رحتها كذا مره. اكيد طبعا. ده عشان السياح بقى، عشان لازم يدوقوا الاكل ده. راس غارب فيها فنار. الفنار ده الفنار اللي هناك اللي بناه جوستاف ايفال، نفس المهندس اللي عمل التور ايفال. تمام. بس دي برضو من المعلومات اللي مش كتير عارفينها. تمام. تحب يا شيف نطلع فاصل تكون الدنيا استوت؟ تحت امرك، تحت امرك، تحت امرك. نرص رصتنا تحت امرك، تحت امرك. اتفضلي تحت امرك. احنا بعد الفاصل هنكون بس الاول سوينا ده. هي بتاخد لها قد ايه عشان تستوي؟ هو ايه الرز ياخده قد ايه؟ الرز مش هيكمل معايا ال 10 دقايق. خلاص 10 دقايق كده، ربع ساعه. مش هيكمل معايا. بتاخد لها قد ايه ديت؟ ممكن نص ساعه. نص ساعه. احنا فات مننا شويه دلوقتي. تمام. نطلع نروق الدنيا. تمام. نشيل الحاجات. تمام. نرص اكلنا. تحت امرك. وبعدين انا عايزه اكل قوي. تحت امرك قوي. تحت امرك. طيب احنا هنطلع دلوقتي نسوي الاكل ونرصه وبعدين ندوق. يعني هنطلع فاصل. ورجعنا لكم. معايا بقى احلى مزاليكا. الريحه يا جماعه مش طبيعيه. اديها تقليبه صح يا سيدي ياسر؟ تمام. لا الريحه خطيره خطيره. بص بقى بتبقبق ازاي؟ بتبقبق. دي بقى ممكن كمان تحطيها في طاجن وتدخليها الفرن على الوضع دوت. لا عايزينها كده الصوص ده يبقى حلو مع الرز ده. تمام. ايوه. لا بس فعلا ممكن ناخدها فعلا في طاجن. انا بهزر. طيب تحب يا شيف ترص انت المزاليكا؟ مفيش مشكله. على بال ما الرز يكون استوى ونقعد نتكلم برضه شويه. تمام يا فندم. تحت امرك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اخبار الرز ايه؟ ممكن افتح الغطا؟ اتفضلي. احنا لسه بقى في الناحيه الشماليه من محافظه ايه؟ البحر الاحمر. البحر الاحمر. ايوه. احنا قلنا العاصمه الغردقه. ايوه. طب انت عارف الشعار بتاع المحافظه ايه؟ المركب. عروسه البحر. عروسه البحر. عروسه البحر والميه. صح كده؟ صح. وكنت قلت لك ان هي بتطلع من المحافظه دي 75% من البترول والتعدين كل ده بتاع البلد بتاع مصر. ما هي فعلا هناك كمان ميناء شوكير كلها. ايوه مظبوط. كلها شركات بترول. صح. طبعا مش محتاجين نقول ان هي عاصمه الغوص. اي حد بيحب يعمل غوص هناك او سنوركلينج او دايفنج لازم يروح هناك. مظبوط. يعني ده هم عندهم اكتر من يعني في البحر الاحمر بالذات المنطقه بتاعت محافظه البحر الاحمر. تمام. في تقريبا اكتر من 1000 نوع سمك. ما شاء الله. في 200 نوع سمك مش موجود في اي حته في العالم غير في المنطقه دي. سبحان الله. جميل. اللي قال لي المعلومه دي واحد انجليزي بقاله 20 سنه بيجي مصر عشان يصطاد. ما بيعتبش اصلا على القاهره. هو بيجي كل سنه الغردقه وسفاجه ويخلص ويرجع. تمام. انت هتسيب ده الحته دي حلوين. ده اللي بقول لك الصوص ده يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. ما ترميش حاجه. مفيش حاجه. الجوس ده. أيوة. الجوس اللي نازل منه. ما ترميش حاجه.